والله يا جماعة اللي ما جربهاش بالطريقة اللي هقول لكم عليها النهاردة في الفيديو دي يبقى فايته كتير. يلا بينا على المقادير على طول. انا معايا هنا نص كوباية من الزيت بما يعادل 100 ملي، ومعايا كمان نص كوباية من الزبدة بما يعادل برضو 100 ملي، او ممكن نستخدم من 4 ل5 مكعبات من الزبدة، ومعايا كوباية من اللبن وتكون دافية شوية، ولو احتاجنا سوائل تاني هنزود بعدين، ومعايا 3 بيضات يكون كبار، وكوباية ونص من السكر الحبيبات، ومعايا كمان باكت من الفانيليا، قلت لكم الفانيليا دي مركزة، ومعايا كمان اختياري ممكن تحطي معلقة كبيرة من تانج برتقان او فروتي برتقان، وباكت من الكيك شيف، وكمان معايا هنا كوباية ونص من الدقيق الابيض، ومعايا كوبايتين من الدقيق الذرة. اكيد عرفتوا احنا هنعمل ايه النهاردة، احنا هنعمل هريسة ذرة. وكمان معايا هنا دي معلقة كبيرة من بشر البرتقال. يلا بينا بقى نعمل الطريقة. عندي هنا في الخلاط هنحط المقادير كلها مع بعض، بس انا في الاول هنزل بالزبدة. عايزة اقولك ان الكوباية دي كان مطرحة معلقة قشطة كده من وش اللبن، ونزلت بيها برضو هي كمان بتحلي الطعم جدا. لو عندك حطي، ما عندكيش خلاص يعني دي اختياري. ونزلت بالزيت ونزلت كمان بالسكر، وهضربهم كده لحد ما يبيضوا ويبقى لونهم ابيض، ونزلت كمان بكوبايه اللبن. هضرب اللبن مع السكر مع الزبده والزيت، وانا كده لسه ما ضفتش كمان البيض هنزل بيه في الاخر. انا هضرب اللبن مع السكر مع الزبده والزيت، وكمان نزلت بالمعلقه من، انا محطتش الباكت كله، نزلت بمعلقه بس من تانج البرتقال. بعد ما اتضربوا واتاكدت ان السكر داب، عندي هنا البيض بتاعي نزلت عليه بمعلقه من بالباكت الفانيليا، ورشه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الخل، وهحطه برضو مع الخليط اللي كان في الخلاط، وهضرب تاني كويس لحد ما كله يمتزج مع بعضه. وهنا بقى هوريكم حاجة، ان المقدار اللي انا قلت لكم عليه لهرسة الذرة ده اللي هو يعتبر 3 كوبايات ونص دقيق، اللي هو كوبايتين دقيق ذرة مع كوباية ونص دقيق ابيض. المقدار ده بيحتاج للتر كامل من السوائل، فانا هنا لو تبصوا على الخلاط ما كانش كمل اللتر، فانا هكمل الباقي مية. لو انت متاح عندك انك تكملي لبن عادي، وممكن كمان تستبدلي اللبن بعصير برتقان، تمام. ولو ما عندكيش عصير برتقان ممكن تحطي باكت التانج كله وتزودي بمية عادي جدا. الحركة دي بقى بتخلي هريسة الذرة بتاعتي تشرب النكهة بتاعت البرتقان قوي، ان انا بدعك قشر البرتقان مع الدقيق علشان النكهة بتاعت الدقيق نكهة البرتقان تبقى مركزة. ونزلت هنا بالباكت بتاع الكيك شيف، وكمان نزلت بكل الخليط اللي كان معايا في الخلاط. هبدأ ان انا اقلب لحد ما تشوفوا القوام اللي احنا اللي هيكون معانا دلوقتي. وبعدين انا كنت محضره معايا قالب، والقالب دوت بيكون متبطن بالزبده، وحط عليه رشه دقيق ابيض مع رشه دقيق ذره. ممكن تستخدمي قالب ألمونيوم او تستخدمي القالب اللي متاح عندك. انا استخدمت عندي هنا القالب البايركس، المقاس ده تقريبا 30 في 30 او 20 في 30، فانت برضو ممكن تستخدمي اي صينيه بقى عندك، مدوره مربعه اي حاجه. وهنا بخله كده بدات ان انا افرغ الهواء عشان ما تبقاش كلها فراغات من جوه، بخله كده. وتبداي انت، لان طبعا مش هعرف ان انا اخبط القالب البايركس في الرخامه، ففرغته كده بخله. ودخلتها الفرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180، قعدت بالظبط 45 دقيقه. وعايزه اقول لكم انا ما شغلتش الشوايه ولا حاجه، هي اخدت اللون ده لوحدها. وبعد ما طلعت من الفرن غطيتها باي مفرش عندي، بسيبها شويه كده ربع ساعه او نص ساعه، واقطعها ما تتقطعش خالص وهي سخنه، بس منظرها ما فيهاش اي فراغات من جوه، متماسكه جدا، وطعمها تحفه يا جماعه، ونكهه البرتقال عاليه جدا فيها. جربوها وهتعجبكم جدا. بس كده. لو عجبتكم الوصفه النهارده اعملوا لايك وشير ومتابعه للقناه عشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم، والسلام عليكم.